فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: رجل في بعض المناطق خطب امرأة وعقد بها، ثم حصل أن دخل بها ولا تزال في بيت أبيها، فحملت واستعجلوا بالزفاف قبل أن ينتشر الخبر، ثم ذهب زوجها وأمه إلى الصيدلي لصرف دواء لإنزال الجنين، فحصل أن سقط ميتا، فما الذي يجب عليهم جميعا وهم الزوج وزوجته وأم الزوج والصيدلي، لأنهم زعموا ستر القضية، علما بأن عمر الجنين حين إسقاطه 6 أشهر؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز مثل هذا الفعل. أولا ينبغي إذا تزوج الرجل امرأة زواجا شرعيا يعجل بالدخول بها حتى لا تحصل مثل هذه الأخطاء، وإن حصل سبب ومانع فينبغي أن لا يكون خلوة حتى لا تحصل مثل هذه الفتن التي تسبب إشكالات. فإن الزوج لو أنكر أنه دخل بهذه المرأة كان القول قول من؟ قوله، لأنه لم يحصل فيما يظهر للناس خلوة، فمن أين حملت هذه المرأة؟ فستكون تهمة لهذه المرأة، وهذا لا شك يكون فيه مفاسد كبيرة وعواقبه وخيمة. فلذلك ينبغي سد مثل هذه الأبواب التي تسبب هذه الفتن. والأمر الثالث، إذا وقع مثل هذا الأمر فهم ينبغي وقد حصل الزفاف بعد ذلك أن يبينوا أنه حصل خطأ. أما أن يسقط الجنين بعد نفخ الروح فهذا حرام لا يجوز، وهو قتل للنفس. فبعد نفخ الروح و4 أشهر تقريبا لا يجوز أن يسقط الجنين بحال، فيعتبر هؤلاء قد تعمدوا قتل هذا الجنين. وماذا عليهم؟ عليهم الدية إن كان عمدا أو غرة، وهي قيمة عبد أو أمة بيضاء، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدر بحسب الزمان والمكان. والواجب عليهم في مثل هذه الحال أولا التوبة من قتل النفس، ثم ما يجب تبع ما حصل من هذا الإسقاط، والجميع مشتركون في هذا الإثم وهذه العقوبة، والله المستعان.